بيان إلى الرأي العام العالمي. في البداية الرحمة والخلود لأرواح جميع الشهداء، وحرية للقائد عبد الله أوجلان وكل معتقلين السياسيين. ما شيده القائد أوجلان أضحى منبعا فكريا سياسيا، وأن تركيا عندما تعزل القائد عبد الله أوجلان عن شعبه وتفرض عليه القيود المشددة، إنها ترى في هذه الأجزاء إنها ستكسر من إرادة الشعب الكردي، واعتقاله منذ اليوم الأول ظنا منه أنه ستقضي على آمال الشعب الكردي، لكنها لم تدرك أن القائد أبو لا يشبه القادة الكرد الذين سبقوه في أفكاره وتطلعاته ونظرياته التي تحث على استمرارية النضال التي لا ترتبط بتقييد بحرية الشخص. كما يشيده القائد لنا أضحى منبعا فكريا حرا، وبرغم من أن القائد أوجلان يعيش في العزلة الشديدة، إلا أن رسائله للشعب الكردي ومناضلي الحرية ومحبي السلام في العالم فوق كل شيء، لأن القائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وضع كل أفكاره وفلسفته في خدمة بناء السلام والتعايش بين الشعوب. وقد أصبح من الواضح بأن حرية القائد عبد الله أوجلان جسديا وحل القضية الكردية وإجلال السلام والاستقرار في المنطقة كلها. ونحن كمجلس المرأة لعوائل الشهداء نعرف دعمنا لحرية القائد، وندرك بأن الحرية الجسدية ستمهد طريق لكل قضية وإجلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ونعاهد عهدا بالسير على خطى الشهداء وفكر القائد عبد الله أوجلان، وتمسك بميراث الشهداء الحرية حتى آخر نقطة من دمائنا، حتى تحقيق النصر وتحرير كافة الأراضي المحتلة. شهيد نامرن.